تخيل كده تصحى الصبح، تمسك الموبايل وتلاقي كل الناس بتكلم عن اسم واحد، الطالب محمد عبد الرحمن الأول على الجمهورية. صوره في الجرايد، في التلفزيون، والكل بيقول ده أكيد عبقري. بس محدش عارف إن ورا الكلمة دي في سنين تعب، دموع، وسهر ما يتعبدش. محمد من قرية بسيطة في المنوفية، بيتهم صغير، مفيش مكتب ولا مكيف ولا راحة. أبوه راجل على قد حاله، بيشتغل من الفجر للمغرب علشان يجيب مصاريف البيت، وأمه ست طيبة دايما تقول له هي بتجهز له الشاي: شد حيلك يا ابني، ربنا هيكرمك، وأنا بدعي لك في كل سجدة. محمد كان بيحلم يبقى الأول من هو في إعدادي، بس الناس كانت بتضحك تقول يا عم دي أحلام كبيرة، خليك واقعي. لكن هو كان بيرد بكل هدوء: مفيش كبيرة على ربنا. كان بيذاكر بالساعات، والساعة عنده كانت بالدنيا، مفيش وقت للفسح ولا للمسلسلات ولا حتى للنوم الكفاية. لما الكهرباء كانت بتقطع كان يكمل على كشاف الموبايل، ولما البطارية تفصل كان يشغل شمعة ويذاكر على نورها. وساعات كان يسمع صوت صحابه بيضحكوا في الشارع، يبص من الشباك ويتنهد ويرجع تاني للكتاب، يقول لنفسه ضحكهم النهاردة هيبقى تصفيقهم بكرة. في امتحانات الثانوية العامة محمد كان داخل كل لجنة بقلب هادي، عارف إنه تعب ومش هيضيع. وفي يوم امتحان الفيزياء اللي أغلب الطلبة خرجت منه بتعيط، هو خرج مبتسم وقال لأصحابه: الحمد لله، ده رزق ربنا. عدت الأيام والنتيجة قربت، البيت كله متوتر، والأم حافظة تمسك السبحة وتدعي، والأب ساكت بس عينه فيها دمعة خوف وفرحة في نفس الوقت. ولما ظهرت النتيجة محمد فتح الموبايل، قلبه بيدق يدور على اسمه، وفجأة صرخ: أمي! أنا الأول على الجمهورية! أمه وقعت على الأرض من الفرحة، وأبوه ماسكه في حضنه وبيعيط وهو بيقول: أنا كنت دايما عارف إنك قدها يا ابني. تاني يوم الإعلام كله بيتكلم عنه، مدير المدرسة بيتصل، المحافظ بيكرمه، وأصحابه اللي كانوا بيضحكوا عليه بقوا أول ناس يباركوله. وسألوه في لقاء تلفزيوني: إيه السر يا محمد؟ إزاي قدرت تبقى الأول؟ قال لهم بكل بساطة: السر إن مفيش سر، أنا كنت باخد بالأسباب وبدعي ربنا، ما كنتش أنام غير لما أخلص كل اللي ورايا، ما كنتش أستسلم حتى لما فشلت في امتحانات التجريب. الناس افتكرته كان عايش حياة سهلة، بس هو حكى وقال: في أيام كنت بدخل الامتحان من غير فطار، كنت بذاكر وأنا مريض، بس كنت دايما فاكر إن كل تعب له لحظة فرحة. ولما سمعت كلمة الأول على الجمهورية عرفت إن كل ثانية سهرت فيها كانت تستاهل. النهاردة محمد بقى في كلية طب قصر العيني، وبقى مثال لكل شاب بيحلم ومش لاقي تشجيع. بيقول لكل طالب: لو أنا قدرت أعملها من قرية صغيرة من غير دروس غالية ولا ظروف مثالية، يبقى أنت كمان تقدر تعملها، بس صدق نفسك. الطريق مش سهل، فيه دموع وفيه لحظات هتقول فيها أنا مش قادر، بس وقتها افتكر محمد اللي كان برضو بيقول كده، بس كمل. ولما كمل بقى الأول على الجمهورية. ما تستناش الظروف تبقى مثالية علشان تبدأ، ابدأ باللي معاك واشتغل على نفسك، وكل خطوة هتقربك من الحلم اللي انت فاكره بعيد. وساعتها لما تحقق هدفك الناس هتقول عليك الأول، بس انت هتعرف جواك انك كنت المجتهد الحقيقي. لو القصة دي لمست قلبك أو خلتك تتحمس، دوس لايك واشترك في القناة علشان نوصل الرسالة لكل واحد لسه بيحلم، وقول له من هنا مفيش مستحيل طول ما انت مكمل.